بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم حبيباتي الغاليات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. جبت لكم اليوم وصفة جديدة بالمكون هذا كاين اللي يعرفوا كاين اللي ما يعرفوش. هذا الضرع تاع البقر، يعني الثدي تاع البقرة. راح ندير لكم به وصفه هايله راح تعجبكم بربي ان شاء الله، للناس اللي يحبوا هذا النوع تاع الاكل بالطبع، وكاين الناس اللي ما يحبوهش، وكاين اللي ما يعرفوش خلاص باللي هذا راح يطيب ويجي بنين ويجي مليح. اول حاجه نبدا بها نغليه، يكون فيه كميه تاع الحليب، لازم تخرج ديك الكميه تاع الحليب كامل منه، ما تشقاوش تغسلوه. كي يتغلى يخرج منه الحليب كامل. انا نحط له 2 ورقات تاع رند، وندير له حوالي 5-6 فصوص تاع ثوم، ونزيد له كميه تاع الماء مليحه يتغطى. ما نحطلوش الملح في المرحله هذه، كي نجي نطيبو باه نحط له الملح. هو اللحم تاعو يكون كيما اللحم تاع البقري، كيف يدي مده في الطياب. نزيد له مغرف كبيره تاع خل ونحطو على النار، نخليه حوالي نص ساعه ونحيه. شوفوا هنايا الماء كيفاه ولا ابيض، هذه كامل كميه الحليب اللي كانت في وسط الضرع خرجت. هنا نقدر نستعملو، نصفيه. شوفوا قد ما ولا ينقص، ما يبقاش بنفس الكميه اللي حطيتها. انا حطيتها لكم في نفس الصحن، كان صحن معمر. شوفوا قد ما ولات الكميه قليله. دوكا نقدر نستعملو. نحيلو الجلده تاعو اللي من برا، فيه الجلده هذيك عندكم ما تولهولهاش، لازم تتنحى كامل. انا نحيتها كامل. نبدا نقطع فيه. انا درتو مكعبات صغار خلاص، باسكو هو يجي شويه صعيب في الطياب، يطول شويه. ما تقصوش دي مرصو كبار، المرصوات يكونوا صغيرين كيما هكذا، مكعبات صغيره. مكونات عندي الحمص حوالي كمشه تاع حمص، حبه كبيره تاع طماطم مرحيه مليح، عندي كميه تاع بصل حوالي حبه صغيره تاع بصل، معدنوس ومغرفه تاع ثوم، ورق تاع رند، وفلفل احمر حار، يكون حار مليح، هي تجي حاره. نحط المكونات في الكوكوط. انا راح نطيبو في الكوكوط، دو بريفيرونس يطيب فيها. اللحم تاعو كيما اللحم بقري، يطول شويه في الطياب، نعطيولو وقتو. عندي مغرف كبيره تاع الزيت، زيت عادي. حطيت الثوم، نحط البصل، حنا حبه صغيره تاع بصل. الفلفل الحار نحطوه في الاخر هو والحمص، باسكو الحمص طايب كان في الكونجيلاتور، انا نطيبو ونحطوه في الكونجيلاتور كي نحتاج نجبد. كميه تاع المعدنوس، نزيد الطماطم، ونحط الكميه تاع الضرع. نزيد مغرف صغيره تاع الملح على حسب الكميه اللي كاينه. نزيد على راس المغرف فلفل اسود حوالي ربع ملعقه، نزيد كميه تاع القزبر، نزيد نص مغرف كمون. الكمون هنا ضروري لازم تحطوا الكمون فيه. ونزيد ربع ملعقه كبيره تاع طماطم. هذه هي التتبيله، وهادو هما المكونات تاعو، ويجي بنين، يجي هبل بالتتبيله هذه وبالمكونات هادو. انا زدت له كاضافه كميه تاع الهريسه، هو في الاصل يجي حار، لازم يجي حار. الهريسه اختياري، تحبوا تزيدوها تحبوا ما تزيدوهاش، تكتفيو بالفلفل. بصح هذا الضرع لازم يجي حار. ونحطو نقليه مليح على النار، لازم يتقلى مليح.
زدت له كميه تاع الماء وخليته تقلى في الماء هذاك. ومن بعد نمرق، استعمل ديما الماء الغالي. مرقته مليح حوالي اطره ونص، نقفل عليه في الكوكوط ونخليه يطيب على مهل، ما نزيدش في النار عليه. حليت لقيته بخاسك طاب، زدت له الفلفل الحار وزيد له الحمص، نزيد عاود نقفل عليه حوالي ربع ساعه ونطفي عليه النار. وها هو واجد. شوفوا جاي يهبل، يعني صدقوني ما تمنوش الطعمه تاعو كيفاه جات بنينه. جا بنين عسل ويهبل. كاين ناس بزاف اللي ما يقدروش ما يحبوش ياكلوا الحوايج هادو، بصح كاين ناس اللي يشتيو الحوايج هادو. انا هذا قدمته للناس اللي يحبوا ياكلوا الذرع تاع البقره، يحبوا ينوعوا فيها، يحبوا يطيبوها على شكل شطيطها. شوفوا جات تهبل، جات بنينه وهايله. نتمنى تجربوها، نتمنى تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس بيوصلكم جديد. مشتركات اللي مازالوا ما اشتركوش حبيباتي اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس بيوصلكم جديد. ما تنساوش حبيباتي تبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي باه تعم الفائده على الجميع، فضلا وليس امرا حبيباتي الغاليات. والسلام عليكم.